بكم في فيديو جديد. أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الدكتور باتريس موتسيبي بزيادة قدرها 2 مليون دولار أمريكي في قيمة الجائزة المالية لبطل رابطة أبطال إفريقيا توتال إنرجي، إضافة إلى زيادة أخرى قدرها 2 مليون دولار أمريكي لبطل كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2025-2026. سيحصل بطل رابطة أبطال إفريقيا توتال إنرجي 2025-2026 على 6 ملايين دولار أمريكي بزيادة قدرها 50%، بينما سيحصل الفائز بكأس الكونفدرالية توتال إنرجي على مبلغ 4 ملايين دولار أمريكي بزيادة قدرها 100%. ارتفعت خلال السنوات الخمس من قيادة الدكتور باتريس موتسيبي للكاف الجائزة المالية لبطل رابطة أبطال إفريقيا توتال إنرجي من 2.5 مليون دولار أمريكي إلى 6 ملايين دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 140%. وخلال الفترة نفسها ارتفعت الجائزة المالية لبطل كأس الكونفدرالية الأفريقية توتال إنرجي من 1250 مليون دولار أمريكي إلى 4 ملايين دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 220%. ترفع هذه الزيادات الأخيرة إجمالي الجوائز المالية ومدفوعات التضامن المخصصة للأندية الأفريقية إلى أكثر من 42 مليون دولار أمريكي في الموسم الواحد، أي بزيادة قدرها 123% منذ انتخاب موتسيبي رئيسا للكاف. نشكركم على حسن المتابعة، في فيديو قادم بإذن الله.